بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالإخوان والأخوات والأصدقاء والصديقات داخل الوطن وخارج الوطن، الأوفياء من متتبعي ومنخرطي ومشاهدي قناة مفاتيح تاريخية. في هذه الدردشة لاستكمال دائما الحديث عن سنوات صعاب التي مر منها أبناء صحرائنا الحبيبة، لا من مقاومين ولا من مجاهدين ولا من محاربين ولا سياسيين ولا وطنيين، في سبيل إنقاذ ما بقي من الوطن الحر. حنا دخلنا للسنوات الصعيبة، سنوات نهاية مسلسل من المقاومة، من الشدة، من القوة، من الثأر، من الهجومات، من الغزوات الصحراوية اللي بقاو متشبتين بالتمغربيين ديالهم على مدى عدة سنوات في المواجهة الشرسة مع فرنسا. أنا دائما تنقول لكم فرنسا واخا أن المنطقة خاضعة للإسبان، الصهيونيون مازال متذبذبين في حركتهم، ولكن في هذه السنوات ديال 33 و 34 كيما العافية شعلة في فاس وشعلة في الدار البيضاء وفي وجدة، في الحسين وفي الناظور وفي تطوان وفي القصر الكبير وفي قنيطرة وفي الرباط وفي سلا وفي تازة، في الأطلس الكبير والصغير والمتوسط وسوس وودنون، شعلة كذلك في الصحراء المغربية، لأن فرنسا توزعات وعرات على وجهها الحقيقي وحيدت النقاب وبينات على الوحشية المفترسة والأنياب ديالها اللي باغا تقضي على هذا الأسد العلوي. العافية شاعلة مع محمد الخامس في الشمال، ولكن كاينين الرجال اللي محافظين على الوطنية وحالفين حلفة علوية شريفة ما يطيحوش إلا وهما شرفاء، ما يتنازلوش على البيعة وعلى الصلاة وعلى الولاء، رغم كثرة الاجتماعات اللي تعقدت ما بين الضباط والحكام الجنرالات الفرنسيين والإسبانيين والفرنساويين اللي جاوا من المغرب وجاوا من الجزائر وجاوا من موريتانيا وجاوا من السنغال باش يسكتوا صوت البندقية الصحراوية اللي بقات شاعلة من عام 1900 ما طفاتش حتى 34، رغم كثرة القوانين والاتفاقيات الفرنسية الإسبانية. ولادنا بقاو شرفاء، بقاو حرار، بقات كلمة ديال الشرف وديال الميثاق ملتفة حول أعناقهم، بقاو أوفياء، وهذا هو اللي غادي نشوفو اليوم. رغم هادشي كامل اللي طبق من قوانين، تيخرج لينا دائما الأبناء البررة، أبناء البندقية، أبناء الغيوم، أبناء السحب، أبناء المزن في الصحراء المغربية. هذه المرة في واد الذهب اللي حاولت فرنسا تدخل فيه عسكريا وبغات تاخذو من الصبليون وباش تقضي على المقاومة ديال الصحراوة، ما قدرتش. انتفضوا الشرفاء، القبيلة اللي عطات الدرس في الوفاء والولاء، شكون؟ أولاد دليم، وهجموا على بعض الجنود الفرنسيين المكلفين بحراسة ديال المركز ديال أطار داخل موريتانيا، وبالضبط نهار 8 يناير 1934 خرج لهم اليوتنون لو بوتي بسلاح وبوحشية وفتك وتفنن في القتل، لأنهم عندهم المدافع ديال الهاون وعندهم الطائرات وعندهم الوسائل ديال السلكية ولا سلكية للاتصال، وقتلوا الكثير من الشرفاء من أولاد دليم. واضطر الباقي من هؤلاء المحاربين بزعامة القائد إبراهيم سالم ولد مولشان باش يهربوا لداخل. ولكن باش تعرفوا الوحشية الفرنسية،
لم يكتفي الفرنسيون بهذه الوحشية اللي واجهوا بها فرقة من أولاد لي من المحاربين، وقرروا يتوغلوا في داخل وادي الذهب بدون ما يعطيو أي قيمة للعسكر ديال الصبليون. ما تسناوش حتى يطلبوا منهم الرخصة ولا حق المرور ديال الباساج، لا، تبعوهم. وعاونته الحكومة الفرنسية بالرجال وبالسلاح، وعطاتو إمدادات وقيادات الكولونيل ولا اليوتنون وبينيير اللي يتبع ولاد الدين في وادي الذهب، في الأرض ديالهم، في المجال ديال النجعة ديالهم، ويقضي عليهم. حقيقة الصبلون غير كيتفرج في الأحداث. أنا كنهضر معكم دابا راه الداخل ديال وادي الذهب اللي ما عرفوش غادي يموت، لأن الصحراء في هذا الإقليم تقول من لا يعرفني تعرض لي الهلك. توغلوا الجنود الفرنسيين في وادي الذهب وحملوا معاهم السلاح، وقرروا باش يصلوا هؤلاء المقاومين من الجذور في هذه المناطق الخاضعة للسلطات الإسبانية. وكما قلت لكم إسبانيا ما داتهاش في هذه المسائل، ما قدراتش تحتج على فرنسا، ما قدراتش يكون عندها موقف كبير تتفرج، عاجزة على حماية المصالح ديالها. هذا الضابط الفرنسي قطع هو والفرقة الكتيبة العسكرية مسافة 2000 كيلومتر دا فيها وادي الذهب طولا وعرضا ما بين شهر ديال فبراير ومارس في 34. ما كانش خايف لا من الأحوال الجوية، الزوابع الرملية، ولا بالأخطار ديال الحرارة، ولا فقدان الماء، ولا بالبرد بالليل، ولا بالهجومات السريعة اللي كانوا كيديروها المحاربين في هذه المنطقة اللي كنقول عليها الكر والفر. 34 كانت نهاية مسار طويل وحافل من النضال. فطنت فرنسا على أنها ما قاداش تنهي المقاومة وخاطر القبائل ديال الصحراء إلا باستكمال احتلال ما بقي من المغرب الحر. أش هو المغرب الحر اللي بقى؟ واحات تفيلات وبلاد وادي نون. علاش؟ هنا باش غادي تطوق وتحاصر صافي سدينا، والجنوب الجزائري ومن موريتانيا ومن السنغال، إحكام والقبضة على الأسد العلوي وعلى المقاومة وعلى المحاربين بالصحراء المغربية. وبالفعل دخلت الجيوش ديالها في 34 لهذه المناطق وأسكتت الصوت ديال البندقيات ديالنا. للأسف نفات الوطنيين وسجنات المناضلين وطردات المحاربين وفرقاتهم، رغماتهم باش يمشيو لنواحي الجزائر ولا لموريتان ولا السنغال ولا المالي، ودارت حراسة شديدة على السكان باش ما يتواصلوش فيما بيناتهم، ومنعتهم من الذهاب الى الشمال. هنا فين غادي تبدا القضيه ديال عدد السكان والاحصاء. هنا خدموها ولاد الحرام من 34 باش حتى الا كنا غادي نطالبوا فيها مع الاستقلال ومع المسيره، ولادنا الحرار منعاتهم، وبالمقابل حلات البيبان للمرتزقه اللي غتجيبهم من الجزائر وغادي يطلعوا من القبائل ديال موريتانيا المواليه لها ومن مالي ومن السنغال، وتقول لهم هادو هما الصحراوه وصحراوه الحرار. انا قلت لك راه سجنهم وفرض عليهم اقامه جبريه وحصار، واللي نفاتوا هذا هو اللي خطير، اللي نفاتوا من الارض ديال وادي الذهب ومشى مراكش
منعته باش يعاود يدخل، اعتبرته ماشي صحراوي. هذه هي فرنسا الحقيقة، هذه هي السياسة ديال فرنسا الجهنمية اللي ما عارفينش الناس في الصحراء المغربية. وأنا تنقول لكم دائما سببنا في الصحراء، وسببنا في تعطيل استقلال الصحراء هي فرنسا ماشي اسبانيا. انا قلت لكم دابا في 34 مازال اسبانيا غير تتفرج، حتى غادي تسالي الحرب الاهليه الاسبانيه في 39 عاد غنبدا نشموا شويه الريحه ديال القرارات والاحكام العسكريه الاسبانيه مع الجنرال فرانكو. هذا فرصه لوليداتنا باش يطلعوا على ما جرى من احداث في الصحراء ديالنا في 34. باقي المغاربه ما هبطوش يديهم، باقي المغاربه ما استسلموش، باقا فرنسا ما نعماتش بالانتصار ديالها، سكتت في البندقيه ناض لها اللسان السياسي المغربي، الاحزاب السياسيه والحركه الوطنيه. وهادشي غادي نشوفوه في حلقه اخرى ان شاء الله بحول الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.